ازاي نمنع مشكله حدوث الترهلات في 7 خطوات بس. لو كملت الفيديو ده للاخر هتعرف تنزل من غير ما يحصل ترهلات، خصوصا في منطقه البطن. اخر نقطه هي اهم نقطه، لان غالبا كلنا بنعملها وبنقع فيها، وهي دي سبب حدوث الترهلات في منطقه البطن سواء احنا ولاد او بنات. بتعمل عجز في السعرات، ما تعملش عجز في السعرات رقم كبير قوي، يعني 600 او 700 سعره بالكتير قوي، وهقول لك ليه ده مهم قوي في اخر الفيديو. عملنا عجز في السعرات وعملنا دايت، تقسيمه الاكل نفسها عامله ازاي؟ يعني اكل قد ايه بروتين وقد ايه فاتس وقد ايه كارب. اول حاجه لازم احسب البروتين انتيك بتاعي، يعني انا كل كيلو جرام من جسمي بضرب في 2.2، يبقى 2.2 لكل كيلو جرام من جسمي. فاديكم مثال، لو انا 100 كيلو يبقى انا لازم اخد 220 جرام بروتين، يبقى انا كده حسبت البروتين ده كده اول حاجه. بعد كده ابتدي ان انا احسب الفاتس، اخر حاجه خالص بحسب الكربوهيدرات. وخلي دايما التقسيمه بتاعتك المناسبه في الاول، ان يبقى البروتين بتاعك 40%، 35% من الدهون و25% من الكربوهيدرات. اوعى تقطع الكربوهيدرات، الكربوهيدرات مهمه جدا جدا انك تكمل ومن غير ما يبقى فيه ترهلات. خامس نقطه وهي نقطه مهمه جدا برضو، التمرين. اوعى تركز في تمرينك على الكارديو، غلطه كبيره جدا جدا معظم الناس بتعملها، ان هي لما تبقى عايزه تخس تقعد تتمرن كارديو. انت علشان تشد جسمك او تشد جسمك يستحسن ان احنا نعمل تمارين مقاومه. ايه تمارين المقاومه دي؟ اللي هي التمارين اللي بنشيل فيها حديد. يعني انت محتاج ان انت تشيل حديد وتعمل حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود. ايه هي البروجريسيف اوفرلود دي؟ هي ان انت تزود اوزانك بالتدريج كل فتره، علشان يبتدي ان الفايبرز او العضلات تتقطع، تروح البيت تاكل بروتين كويس وتشرب ميه كويس وتنام كويس، فتطلع عضلات احسن فجسمك يتشد. سواء احنا ولاد او بنات، عشان البنات فاكره ان هي المفروض ما يبقاش عندها عضلات. لا طبعا العضلات مهمه جدا بالنسبه لك. مش انت ساعات بتقولي ان انا الحته دي عندي مترهله، انا بطني مترهله؟ مش الحل انك تخسي، الحل ان انت تزودي كتلتك العضليه عشان جسمك يتشد. فمهم قوي يا جماعه ان احنا نتمرن ريزيستنس تريننج، مش نركز على الكارديو بس. الكارديو مهم ومهم جدا لصحه قلبنا ومهم لصحتنا عامه، بس مش هو العامل الاساسي اللي هيساعدنا في حته الترهلات. فنعمل ميكس ما بين الاثنين، بس نركز اكتر، يبقى 70 او 80% حديد و10 او 20% بس هو اللي كارديو. ومش معنى ان احنا عايزين نشد بطننا او نشد منطقه معينه هي دي اللي نقعد نلعب عليها ونهمل بقيه جسمنا. لازم جسمنا كله يتشد مره واحده، لازم نلعب كل تفاصيل جسمنا لازم تتمرن، سواء رجلينا او بطننا او ايدينا او اي مكان. لازم نعمل تمارين مقاومه لجسمنا كله. وتمارين البطن هندخلها مره او مرتين في الاسبوع زي اي حاجه في الدنيا، مش كل يوم العب بطن، مش بالعدات الكتيره. انت في الاول وفي الاخر العضله لازم ترتاح عشان يطلع عضله احسن منها واكبر منها، هي دي اللي هتعمل لك الشكل اللي انت عايزه او هتعمل لك الشكل اللي انت عايزاه. سادس نقطه، التفاصيل الصغيره اللي محدش بياخد باله منها. زي ايه؟ زي ان احنا نشرب ميه كويس، زي ان جسمنا يتعرض للشمس، هيفرق بشكل كبير جدا 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 في شكل البطن. تالت نقطة ان احنا ننام كويس. النوم كويس بيساعدنا على الريكفري، فبيساعد على بناء العضلات، فبالتالي بيخلينا ان احنا نوصل لهدفنا اسرع بكتير ومن غير ما يكون فيه ترهلات. فالنقط الصغيرة اللي انت ما بتاخدش بالك منها خالص دي ليها عامل كبير جدا 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 انك تنزل من منطقة البطن من غير حدوث ترهلات. واللي كلنا وقعنا فيها وكلنا بنقع فيها لحد دلوقتي سواء ولاد او بنات، ان احنا عايزين نتائج سريعه، فبنضطر نعمل ايه؟ بنضطر نعمل عجز كبير في السعرات. فاكر تاني نقطه لما قلت لك ما تعملش عجز في السعرات اكتر من 600 او 700 سعر حراري؟ اهو انا كنت بقول لك النقطه دي علشان النقطه الاخيره دي، ما ينفعش ان انت تنزل رقم كبير مره واحده. دي اكتر حاجه بتخلينا يحصل لنا ترهلات. انت لازم تنزل واحده واحده، يعني لازم تبقى فاهم ان انت لو نزلت رقم كبير مره واحده جلدك كده كده هيحصل له ترهل. فما ينفعش ان انت تخس 30 كيلو مثلا في شهرين ثلاثه، طبيعي ان جسمك يحصل له ترهل. يعني كل ما بتكون بتنزل بالراحه وكل ما بتكون برسنتج الفاتس بتحاول ان انت تقلل الفاتس وتحافظ على المسلز او تزود في المسلز، لان انت كمان في رحلتك دي علشان تحافظ على ان ما يحصلش ترهلات لازم ولابد ان انت تحافظ على العضلات بتاعتك وكمان تحاول تزودها، عشان هي دي اللي هتظبط برسنتج الفاتس. ما تقعدش تركز على الرقم انك بتنزل على الميزان، المهم شكلك عامل ازاي. خلي بالكوا الانسان طماع. انا مثلا في رحلتي انا بخس 80 كيلو، انا ما كنتش مركز خالص في موضوع الترهل ده، مش فارق معايا وبتاع، ما فوقتش الا في النص او بعد النص بشويه. لكن بعد كده الانسان بيطمع، بعد كده الانسان بيبقى عايز الاحسن. وانا شفت ناس خسوا وزعلانين ان هم خسوا بسبب الترهلات. فيا جماعه اوعوا تهملوا موضوع الترهلات ده، موضوع مهم جدا جدا جدا، فبلاش ننزل مره واحده. صدقني هترجع تندم. الموضوع ده 70 او 80% من الحل انك تنزل واحده واحده، ما تركزش على الميزان.
ركز ان انت نسبه دهونك تقل، ونسبه دهونك دي بتقل عن طريق ان انت تزيد عضلات او ان انت تنزل في الدهون، مش واحده فيهم. فدي نقطه فاصله فاصله فاصله. طب لو حصل لي بقى ترهلات احل الموضوع ده ازاي؟ اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس، لان هو ده اللي هشرحه لكم الفيديو الجاي. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا، سلام.